ناقش البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء وضع الكاتب والروائي الفرنكو-جزائري بوعلام سنصال المعتقل في الجزائر في جلسة تمت فيها الدعوة إلى إطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط. وناقش نواب البرلمان الأوروبي قضية اعتقال سنصال بطلب من النائبة عن اليمين الفرنسي سارة كنافو، إلى جانب ملف قمع حرية التعبير في الجزائر وفق ما جاء في برنامج محاور الجلسة. وأجمعت مختلف الفرق السياسية بالبرلمان الأوروبي على التنديد باعتقال الكاتب بوعلام سنصال، كما دعت إلى استخدام ضغوطات دبلوماسية واقتصادية على النظام العسكري الجزائري لإطلاق سراح سنصال. وأثار خبر اعتقال بوعلام سنصال ردودا واسعة النطاق من قبل الطبقة السياسية في فرنسا، كما طالب فائزون بجائزة نوبل للآداب وهم آني أرنو وجان ماري لو كليزيو وأورهان باموك وولسوينكا وكتاب آخرون بالإفراج عن الكاتب بوعلام سنصال.